في جملة غلط احنا بنكررها كتير جدا وليها تأثير عقلي في التفكير بتاعنا. غلط احنا بنكررها في رمضان كتير. احنا بنقول كلنا لبعض، بنقول ان رمضان شهر العبادة. الجملة دي غلط من وجهة نظري، وهقول لحضرتك ليه. انا بشوف ان هي غلط لان هي بتفكرني قوي بفكرة الفالنتاين وعيد الام والحاجات اللي هي فيها تخصيص، اللي هي الام نجيب لها هدية في عيد الام، الزوج يجيب لزوجته، او يا ريت الزوجة هي اللي تجيب لزوجها هدية في الفالنتاين، مع تحفظي على الفالنتاين. التخصيص ده بيخلي المخ يعتبر ان غير الشيء المخصص ما يتعملش فيه نفس الحاجه. يعني اي يوم تاني غير يوم عيد الام ما نجيبش هديه، اي شهر تاني غير شهر رمضان لا نتعبد، فنطلع بعد رمضان مش بنتعبد. الحته دي غلط وخطيره ويجب المراجعه فيها بشكل مهم، وده اللي بيخلي ناس كتير بعد رمضان يحصل حاله انهيار في العباده، فكان بيصلي يبطل، وكان بيقرأ قرآن يبطل، وكان بيعمل يبطل، ودي مسألة خطيرة جدا. فمن فضلك راجع تفكيرك وراجع أساسيات تفكيرك، عشان رمضان زيه زي غيره، ولكن رمضان أعلى بكتير. هي دي الفكرة.